السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخامة سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان، شعب تركمانستان الشقيق يعتبر اليوم تاريخا مهما للأمة التركمانية، والذي يوافق الاحتفال بالذكرى 32 لاستقلال تركمانستان. وبالنيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وبالأصالة عن نفسي وأعضاء سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في تركمانستان، أهني فخامة سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان وجميع المواطنين التركمان بهذه المناسبة، وأتمنى لهم دوام الصحة والنجاح والازدهار. إن السياسة الخارجية لتركمانستان تقوم على أسس ومبادئ الحياد الإيجابي والسلام والتعاون المثمر مع كافة الشركاء الدوليين، ولقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال تركمانستان. وفي 10 من أكتوبر سنة 1995 أقامت دولة الإمارات العربية المتحدة وتركمانستان علاقات دبلوماسية رسمية مبنية على مبادئ الثقة والاحترام والدعم المتبادل. في الآونة الأخيرة تشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركمانستان تقدما متميزا ملحوظا، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين عام 2022 نحو 1.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 49% عن عام 2021، وتلك الزيادة قادرة على النمو بشكل أكبر لتعزيز الشراكة المستدامة والمتنوعة بين الإمارات وتركمانستان. وعلى مستوى تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين خلال عام 2023، فقد قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة باستقبال صاحب الفخامة قربان قولي بردي محمدوف رئيس مجلس الشيوخ زعيم الأمة التركمانية خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 11 إلى 12 فبراير 2023. وفي 19 فبراير 2023 قام فخامة سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان باستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة خلال زيارته لتركمانستان. وأود أن أشير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستقوم هذا العام باستضافة المؤتمر 28 لدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28، وترحب دولة الإمارات بشدة بتواجد تركمانستان في هذا الحدث. وأؤكد أنه تحت القيادة الحكيمة لفخامة سردار بردي محمدوف سوف تحقق تركمانستان المزيد من النجاح والازدهار، وستستمر العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركمانستان في التطور لصالح الشعبين الشقيقين. ومرة أخرى أود أن أعرب عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لحكومة تركمانستان والشعب التركماني الشقيق. أدام الله الأمن والاستقرار والرخاء لتركمانستان والشعب التركماني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.